السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة وسلطنة جديدة. من أسباب ضعف وتدهور حكم إمبراطورية آتشيران كان السبب الاقتصادي يلعب دور كبير، حيث ظهرت الأطماع البرتغالية في المنطقة، وكانت مقاطعة سوفالا في أفريقيا في الناحية الشرقية الجنوبية من أفريقيا كانت تابعة لآتشيران، وبحلول البرتغاليين خسرت آتشيران مناجم الذهب هناك، وكان البرتغاليون يطلقون على سوفالا بأرض الذهب أو مملكة سبأ المفقودة. أيضا تأثرت تجارة الحرير العالمي، والتي كان هناك قراصنة برتغاليون يؤثرون بهذا الطريق، حيث كانوا لا يسمحون للسفن بأن تعبر وتمارس حريتها التجارية دون دفع الضرائب أو نهب وسلب تلك السفن. هذا أثر بشكل كبير على اقتصاد آتشيران داخل إمبراطوريتها. وكذلك فقدوا أيضا جزر المالديف. جزر المالديف لم تعد تابعة إلى آتشيران منذ ظهور البرتغاليين في المحيط الهندي. داخليا فرضت آتشيران ضرائب متنوعة وكثيرة على شعبها. من ضمن هذه الضرائب ضريبة سقاية المواشي، أي أن كل شخص لديه مواشي قبل أن يسقي مواشيه في أنهار جوبا وشبيلة يجب أن يدفع الضريبة، وسميت هذه الضريبة بضريبة المياه. هذه الضريبة أدت إلى اشتعال غضب الشعب وظهور الاحتجاجات بشكل كبير، مما أدى إلى الدعوة إلى إسقاط الإمبراطورية وتفكيكها، وهذا ما حصل بالفعل، حيث تفككت إلى دويلات وممالك صومالية. ما الذي حدث لسلاطين آتشيران؟ سلاطين آتشيران قاوموا هذه الاحتجاجات الشعبية ضدهم، واستطاعوا التحصن في عاصمة آتشيران مدينة قلافو. مدينة قلافو اليوم هي تحت الحكم الإثيوبي. استطاعوا التحصن هناك بعدما تحولت آتشيران من إمبراطورية إلى مملكة صغيرة، وفعلا عاصر آخر سلاطين آتشيران عاصر قدوم الاحتلال الإيطالي والبريطاني إلى السواحل الصومالية أواخر القرن التاسع عشر الميلادي مطلع القرن العشرين. بعد تقليص نفوذ الآتشيرانيين ظهرت قوى صومالية استطاعت السيطرة على تركة الإمبراطورية، من أهمها سلطنة جلدي، إمارة إمام هيراب، وأيضا السلييس. طبعا هذه القوى كانوا في فترة من الفترات تعاقبوا أو اقتسموا حكم الإمبراطورية، ولكن كانت في النهاية الغلبة والقوة لسلاطين جلدي. وسجل أيضا في وقت من الأوقات أن مدينة مقدشو أصبحت مقدشتين، أي أنها انقسمت إلى جزئين. كان ذلك نتيجة الصراعات والخلافات الدائمة، ولكن في النهاية تم السيطرة عليها. طبعا سوف نعرض في هذه الحلقة نبذة عن هذه القوى وكيف كانت متداخلة، وكيف كان شكل سلطنة ما تبقى من سلطنة آتشيران، ما الذي حدث بعد ذلك. تابعونا. هي سلطنة صومالية، وكانت إحدى القوى الصومالية التي شاركت وساهمت في إسقاط حكم آتشيران وتفكيكها. وكانت السلطنة الجديدة عبارة عن دولة تحالفات داخلية وخارجية. كان للسلطنة 5 سلاطين من آل جبرون الحاكمة، عاصمتها مدينة أفكوية. السلطان إبراهيم هو المؤسس الحقيقي للسلطنة. كان في الأصل جنرال آتشيراني رفيع المستوى، ونجح في حشد التمرد ضد آتشيران، واستطاع طرد جيش آتشيران الإمبراطوري من مدينة أفكوية. كان تحت إمرته أكثر من 12,000 من جنود جلدي. وحد جميع متحدثي لغة الماي، وهي إحدى اللهجات الصومالية الجنوبية.
استطاع السيطرة أيضا على نهري جوبا وشبيلة والمدن المطلة على الأنهار، ووصل بجيشه إلى مدينة كسمايو وسيطر عليها. نجح في تفكيك العشائر الموالية لآتشوران، وكانوا أجزاء مهمة من اتحاد آتشوران الإمبراطوري، منهم سلالة سلسيس التي استطاعت السيطرة على أجزاء مهمة من أفغويا والأنهار. أصبح السلطان إبراهيم كبرون أول سلطان للعائلة الحاكمة الجديدة، وبدأ معه عصر سلطنة جليدي. أسس اقتصاد قائم على تحرير التجارة البحرية، حيث استطاع تحديث الاقتصاد وألغى الضرائب المفروضة على الشعب، وأنقذ اقتصاد البلاد وفرض بدلاً عنها ضرائب على الاقتصاد الخارجي والاستثمار داخل سلطنته. أقام سلاطين جليدي علاقات تجارية ودبلوماسية مع سلاطين الساحل السواحلي الأفريقي مثل سلطنة بات وسلطنة زنجبار. أسسوا جميع مؤسسات الدولة الحديثة. كان حكامها نبلاء أرستقراطيين وتميزوا بالصلاح الديني. أسسوا أيضا جيش قوي ومنظم. طوروا نظام الحكم داخليا وخارجيا. السجلات المكتوبة وجميع مراسلات سلطنة جليدي لا تزال في المتاحف محفوظة إلى يومنا الحالي. كان داخل أراضي جليدي قلاع مهمة محيطة بها، ساهمت في حمايتها لوقت طويل، مثل قلعة لوق وقلعة بارديري. كانوا من السلالات الموالية لسلاطين آتشوران في منطقة نهر شبيلة. بعد تفكك آتشوران أعلنوا عن سلطنتهم، وقاموا بجمع الضرائب من الشعب بشكل يومي، كل حسب محصوله، فيتم جباية المحاصيل الزراعية من المزارعين، والمواشي من الرعاة، والبضائع من التجار. ولكن عند قدوم سلطان جليدي إلى المنطقة قاموا بتحالفات مع السكان، فطردوا السيليس من هناك، وأصبحت كل الجنوب تابعة إلى سلطنة جليدي وعاصمتها أفغوية. عاصمة السلطنة مدينة أفغوية لم تكن متطورة في زمان آتشوران، ولكن آل جبرون الحاكمة جعلوا منها مركزا تجاريا يتحكم في الطريق التجاري بين الساحل والمدن الداخلية المطلة على الأنهار، مما جعل للمدينة نفوذا مميزا في القرن ال19 الميلادي. قدر عدد سكان أفغوية وحدها 80,000 نسمة، مما جعلها أكبر مدن شرق أفريقيا في ذلك الزمان. كانت المدينة محاطة بسور عظيم له 5 أبواب، والمباني كانت شاهقة متعددة الطوابق. القصور الكبيرة وسط المدينة بجانب المساجد، مع وجود المنازل السكنية والمتاجر والطرق والجسور. قام سلاطين جليدي ببناء نظام سباكة متقدم ونظام صرف صحي، وكانت المدينة كبيرة نابضة بالحياة وغنية جدا. عمل أهلها في الصناعة مثل النسيج، صناعة الأحذية، أدوات المائدة والمجوهرات والفخار وغيرها. موقع المدينة على مفترق طرق التجارة والتبادل الداخلي للقوافل التي تجلب العاج وجلود النمور والصبار مقابل الأقمشة الأجنبية المستوردة والسكر والتمور والأسلحة النارية. وكان من ضمن تجارتهم المواشي والرقيق. اعتمدوا أيضا على الزراعة، لأن نهر شبيلة يمر في وسط المدينة، ومن أهم منتجاتها الذرة الرفيعة، الفاصوليا، القطن، الموز، الفواكه والخضروات المتنوعة. وأيضا قاموا بتربية الأبقار والماعز والأغنام والدجاج من أجل اللحوم والحليب والسمن. كانت تقام مهرجانات في السلطنة، ولها أيام خاصة في السنة، وهي مسابقات في الشعر والغناء والمصارعة. يذكر تاريخيا أنه لم يكن في السلطنة أي أسرة فقيرة في زمانهم، وكانوا أغنياء جدا، ولا يمكنك العثور على فقير، لذلك كانت تجمع الزكاة والصدقات داخل قصر السلطان. احتل الإيطاليون المدينة عام 1908 ميلادي، وانبهر بها المستعمرون وقتها، وكتبوا عنها في مذكراتهم التاريخية.
تعتبر مدينة أفقوية نقطة جذب سياحي، حيث كانت في ثمانينيات القرن الماضي مدينة استثمار لدول الخليج العربي، واعتاد بعض حكام وأمراء الخليج العربي قضاء إجازاتهم فيها وحتى قضاء شهر رمضان المبارك. السلطان يوسف وهو السلطان الثالث لجلدي كان بداية العصر الذهبي للسلطنة، وأصبح الاقتصاد في ذروته، وأحدث ثورة اقتصادية لا مثيل لها، حيث حول سلطنته إلى أغنى الدول على صعيد شرق أفريقيا. كان أول من ابتكر سياسة الفيدرالية في الصومال الحديثة، حيث لكل مدينة حكم ذاتي تابع للسلطنة. أقام علاقات دبلوماسية مع سلطنة ويتو وسلاطين اليمن جنوب شبه الجزيرة العربية، حيث أرسلوا له الهدايا لمباركة حكمه وعهده الجديد عند توليه العرش. بعد معركة بارديري التاريخي، أصبح السلطان يوسف السياسي الأعلى في منطقة شرق أفريقيا، لأنه أعاد استقرار المدن الصومالية وطرد الفكر المتطرف، وعادت تجارة العاج في شرق أفريقيا. وصل المستكشف الفرنسي تشارلز جيليان عام 1846 ميلادي وزار ساحل بنادر، ومكث في مقدشو التي كانت وقتها منقسمة، وهناك حروب بين أقدم حيين في مقدشو وهما حي شنغاني وحي حمروين، وكان وقتها حاكم المدينة الإمام أحمد، وكان هذا في بداية ضعف إمام هرابة، حيث سلم تشارلز الفرنسي رسالة دبلوماسية من السلطان العماني سعيد بن سلطان إلى سلطان جلدي سلطان يوسف، وذلك من أجل الحصول على حق الإقامة للتجار العمانيين الذين يمثلون الإمبراطورية العمانية في مقدشو. في نفس السنة زحف السلطان يوسف بجيشه لإخماد الفتن في مدينة مقدشو المنقسمة، وحكم للإمام أحمد الهرابي قيادة المدينة، وخاصة حي شنغاني القديم والتجاري المهم تحت إشراف السلطان يوسف. مدينة مركا التي كان لها ميناء مهم واستراتيجي للسلطنة كانت ذات حكم ذاتي مستقل بقيادة سلطان عشيرة البيامال، ورفضوا أيضا المشاركة في حرب بارديري المهم. حشد السلطان يوسف جيشه إلى مدينة مركا، حيث شعر بالتهديد على سلطنته، وذلك في عام 1848 ميلادي. وبعد 3 أيام من الهجوم العنيف على المدينة قتل السلطان يوسف وشقيقه، وهزم جيش جلدي أمام البيامال في معركة عدادي سليمان. بعدها استلم الحكم السلطان أحمد بن يوسف، وهو رابع سلاطين سلطنة جلدي. استلم العرش بعد وفاة أبيه ومقتله في مركا. شهد حكمه فترة ازدهار وتطور كبير للسلطنة. عاصر هذا السلطان تقسيم الإمبراطورية العمانية من قبل الإنجليز، وكذلك عاصر السلطان زنجبار السلطان برغش بن سعيد. مدينة براوة كانت وجهة سفر يتجه إليها وجهاء وعلماء جميع العالم الإسلامي للتعلم من شيوخ الصوفية. كان السلطان أحمد أقوى حكام شرق أفريقيا، وكان تحت إمرته 50,000 من الجنود وقت السلم. سيطر أيضا على مناطق شاسعة من مقدشو إلى منطقة جوبا وكذلك ساحل بنادر. استطاع جمع جزية من العشائر الزراعية على طول وادي شبيلي حتى جنوب كسمايو. زار المستكشف البريطاني جون كيريك أراضي السلطنة، وذلك في عام 1873 ميلادي، ولاحظ ودون تفاصيل التجارة في موانئ السلطنة والسفن المحملة بالبضائع والمتجهة إلى العالم الخارجي، وأطلق على نهر شبيلي بنهر جلدي تعبيرا عن هيمنة وتفوق جلدي في المنطقة. وسجل أيضا أن ميناء براوة ترسو فيها سفن محملة بالعاج والجلود في طريقها إلى زنجبار. حافظ السلطان أحمد على السواحل والأنهار من الاختراق الخارجي. يذكر تاريخيا أن البرلمان البريطاني ناقش عن سلطنة جلدي
وحكم السلطان أحمد يوسف في جلسات برلمانية، وذلك في عام 1876 ميلادي. أهم مراحل انفتاح السلطنة مع سلطنة زنجبار تجسدت عندما بنى السلطان برغش قصرا له من طابقين كمقر إقامة له في عام 1872 في مقدشو، وأطلق عليه اسم غارسا بعدما حصل على موافقة السلطان أحمد بن يوسف سلطان جلدي. فيما بعد تقاسم الاحتلال البريطاني والفرنسي والألماني ممتلكات برغش في أفريقيا للسيطرة والحد من الثراء الفاحش للسلطان، واشترى الإنجليز قصر غارسا في مقدشو قسرا من السلطان برغش بالجنيه الاسترليني، وتم بيع القصر فيما بعد للاحتلال الإيطالي، والذي كان مدخلا لدخول الإيطاليين واختراق مقدشو عبر ادعاء ملكيتهم للقصر. هذا القصر تم إعادة بنائه في عام 1933 ميلادي، وفيما بعد أصبح جزءا من المتحف الوطني الصومالي تحت مسمى ديل غارسا في مقدشو. كان للسلطان أحمد شقيق له اسمه أبو بكر بن يوسف، وكان قويا وحاكما مهما على الأراضي الساحلية، وكان يقوم بتحصيل الضرائب من تجارة الموانئ للسلطنة، أهمها ميناء براوة. أراد السلطان أحمد الثأر لأبيه السلطان يوسف، وأيضا السيطرة على مدينة مركا وإخضاع عشيرتها، ولكن شقيقه أبو بكر حذره من ذلك، ومع إصرار أحمد تم حشد الجيوش نحو مدينة مركا، ورافقه أخوه أبو بكر، وتمت محاصرة المدينة، وكانت الغلبة لهم في البداية، ولكن تم هزم الجيش ومقتل السلطان وأخيه، وأخذ حاكم مركا وقتها جثث السلطان وأخيه كنوع من النصر، وتم عرض الجثث في ساحة المدينة. يتسلم عرش السلطنة السلطان عثمان وهو ابن السلطان أحمد، وكان عثمان آخر سلاطين جلدي. عصر السلطان جلدي السلطان عثمان دولة الدراويش أو حركة الدراويش، وأيضا مدينة مركا سجلت بطولات تاريخية ضد الاستعمار. هذا كله سوف يرد بالتفصيل في حلقة دولة الدراويش. السلطان عثمان لا يريد أن يكرر نفس أخطاء جده وأبيه وعمه والذين قتلوا على يد البيامال، لأجل ذلك قرر التصالح مع مركا ورفع العقوبات عنها، وسمح لها بالانفتاح التجاري مع السلطنة، شرط أن تكون دولة المدينة، وهذا عزز الثروة بين السلطنة ومدينة مركا، وكان للسلطان الفضل في إحلال السلام في جنوب الصومال وإيقاف حرب استمرت لأكثر من 30 سنة. باتفاق استعماري إيطالي بريطاني إثيوبي، أعطى الاستعمار الضوء الأخضر لاقتحام السلطنة من الغرب بعد فشل الإيطاليين السيطرة على أراضي السلطنة، وقام الإمبراطور الإثيوبي مينيليك بغزو السلطنة بجيش قوامه 15,000 جندي إثيوبي، وتوغلوا إلى مدينة لوق الحدودية، ولكن تم تصفية الجنود الإثيوبيين، حيث استطاع العودة فقط 200 منهم أحياء ومصابين بجروح بليغة، ولم يجرؤ مينيليك بعد هذه الخسارة أن يرسل جنديا واحدا إلى حدود السلطنة. بعد ذلك كان قوات جيشه يهاجمون الناس في إقليم أوغادين من خلال نهب الإبل والمواشي بمئات الآلاف. السلطان عثمان وقع في النهاية معاهدات حماية مع إيطاليا في عام 1908، وبحلول عام 1910 ميلادي توفي السلطان عثمان، وبوفاته انتهت رسميا سلطنة جلدي. سواحل شبه الجزيرة الصومالية لا تصنف على أنها سواحل سواحلية أو أنها إقليم سواحلي، بل تصنف على أنها من دول شرق أفريقيا المهمة، لأن الإقليم السواحلي سكانه يتحدثون اللغة السواحلية، والصوماليون يتحدثون اللغة الصومالية. اللغة السواحلية هي لغة حديثة ظهرت
بعد هجرة التجار العرب وتخالطهم مع سكان شرق أفريقيا خاصة البانتو فيما يسمى اليوم تنزانيا وكينيا. امتزجت اللغة العربية مع لغة البانتو وأنتجت اللغة السواحلية. أيضا اتصالات سلاطين عمان سجلت مع السلطنات التي حكمت جنوب شبه جزيرة الصومالية، أي السلطنات الجنوبية مقدشو إلى كسمايو، لأنها كانوا يقعون في نفس المحيط هو المحيط الهندي، ونظرا للتقارب الجغرافي كان هناك اتصالات بين سلاطين عمان سواء الإمبراطورية العمانية، سلاطين زنجبار، بات، كيلوا، بامباسا، كانوا متصلين فقط مع السلطنات التي حكمت شبه جزيرة الجنوبية من الصومال. سلاطين عمان أيضا الذين حكموا تلك المنطقة الإقليم السواحلي تلك الجزر كانوا أيضا بجانب أنهم كانوا حكاما وساسة كانوا أيضا تجارا من الطراز الرفيع، أي أن السلطان بجانب توليه زمام الحكم كان له تجارة خاصة يمارسها. لأجل ذلك كانت هذه المنطقة منطقة الإقليم السواحلي في وقت من الأوقات من أغنى مناطق العالم، وللأسف كانت هذه أحد أهم أسباب جذب قوى الاستعمار المختلفة إلى المنطقة. ونتيجة الالتقاء تلك الثقافات، الثقافة العربية، الثقافة الفارسية الشيرازية، ثقافة البانتو، أنتجت لنا حضارة أو ثقافة السواحلية بلغتها بعاداتها وتقاليدها. واليوم هذه الثقافة موجودة وهذه الحضارة شامخة في كل من المناطق التي حكموها من تنزانيا وكينيا. أيضا اللغة السواحلية اليوم في أفريقيا تعتبر اللغة الأولى، حيث يبلغ عدد ناطقي هذه اللغة بأكثر من 50 مليون إنسان. أيضا على صعيد أفريقيا اللغة السواحلية مرشحة اليوم بأن تكون اللغة الرسمية للاتحاد الأفريقي، كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي اللغة الرسمية لهم اللغة الإنجليزية. تم ترشيح اللغة السواحلية بأن تكون اللغة الأولى لقارة أفريقيا، وذلك لسهولة مرادفاتها أيضا قواعدها بسيطة إلى حد ما مقارنة باللغات الأخرى في العالم. تعرف أيضا باسم سلالة اليعقوبي، وهي إمارة صومالية حكمت بين القرن ال17 إلى ال19 الميلادي، حيث عاصرت وصول الاحتلال البريطاني والإيطالي إلى السواحل الصومالية. كان يطلق على حكامها لقب الإمام، أسسها الإمام عمر الذي هزم إمبراطورية آتشوران وأسس إمارة مستقلة. سلالة اليعقوبي كانوا خلفاء ونواب لإمبراطورية آتشوران في بعض المدن والأقاليم، خاصة الأقاليم الوسطى في شبه الجزيرة الصومالية، وكانوا أولى السلالات والعشائر التي وقفت في وجه الإمبراطورية وطالبت بإنهاء حكمهم. استطاع أئمة الهرابة فرض سيطرتهم التي ظلت لقرنين من الزمان. إمام هراب هم من استطاعوا الدفاع عن مقدشو عام 1701 ضد التوغل الفرنسي، بعدما رست 7 سفن حربية فرنسية قرب ميناء مقدشو لمدة 11 يوما تمهيدا للاستيلاء على المدينة، ولكن تمكن الهرابيون صدهم والدفاع عن الساحل الصومالي وطرد الحامية الفرنسية. وكانت هذه أحد أهم أسباب إلغاء الفرنسيين فكرة احتلال شبه الجزيرة الصومالية خاصة جنوب الصومال، واكتفائهم بالسيطرة على جيبوتي، طبعا لما لقوه من مقاومة شرسة من إمام هراب. كان للإمارة سلطة مركزية وجيش محترف وقوي، وكانوا أيضا لهم علم خاص، وسجلت مراسلات للإمارة مع الدول المجاورة باللغة العربية. فرضوا الضرائب واستطاعوا السيطرة على ميناء هوبيو إلى مقدشو وبنادر. عاصمتهم كانت مقدشو. الأئمة الحكام لإمام حرابة كانوا يستقبلون الشخصيات الدبلوماسية والمستشرقين في مقدشو، مثل سلاطين زنجبار أو المستكشفين الأوروبيين، وكانوا يعينون لهم وكلاء صوماليين من الإمارة لمساعدتهم في أعمالهم وتجارتهم داخل حدود الإمارة القوية.
كان لدى الإمارة قوة بحرية منتظمة تحمي شواطئها من القرصنة وكذلك تؤمن التجارة في المحيط الهندي. في منتصف القرن التاسع عشر بدأت الإمارة في التدهور، حيث توفي الإمام التاسع للإمارة الإمام محمد بن أحمد، وهذا سبب خلاف بين أبنائه في أحقية تولي حكم الإمارة، حيث كان للإمام 7 أبناء، وهذا أدى إلى ضعف الإمارة وانقسامها، والنتيجة كانت حروب وانقسامات داخل الإمارة نفسها. وأيضاً تقلص حجم إمارتهم، حيث ظهرت سلطنة هوبيو في الشمال واستولت على أراضي مهمة للإمارة. في ذلك الزمان انقسمت العاصمة مقدشو إلى قسمين، وكانت السيطرة والغلبة لسلاطين جلدي. أحد مساعدي الإمام وكان يدعى أبو بكر وقع معاهدات لحماية الإمارة، وذلك في عام 1889. بعدها قتل أبو بكر على يد عشيرته لما اعتبروها خيانة من الدرجة الأولى، ولم تستطع الحامية الإيطالية دخول مقدشو لأن المعاهدة كانت ملغية من جانب إمارة هيراب. وفي عام 1894 وقع الإمام محمود بن محمد اتفاقية حماية مع الإيطاليين، وبذلك كان آخر إمام له سلطة حقيقية على الإمارة، وتم إلغاء الإمارة بعدها. هناك ملاحظة تاريخية مهمة جدا، وهي أن السلطنات التي حكمت وظهرت في جنوب الصومال، السلطنات الجنوبية، لم تختر مقدشو كعاصمة لها، فقط إمام هرابة من اختار مركز سلطته في مقدشو، وهذا بالفعل أدى إلى كما لاحظنا في التقرير أن تسقط هراب في قبضة الاستعمار قبل سقوط جلدي، وكان تقريبا فارق بينهم 14 ل 16 سنة. طبعا الصوماليين بشكل عام أو السلطنات الصومالية بشكل عام لم تختر مقدشو كعاصمة لهم، بل اختارها لهم الاستعمار، وبالتحديد الاحتلال الإيطالي هو الذي اختار أن تكون مقدشو عاصمة للصوماليين فيما بعد. إذن الاحتلال الإيطالي هو من اقترح واختار أن تكون عاصمة الصومال اليوم مقدشو. طبعا بعد إسقاط جميع السلطنات والإمبراطوريات والممالك الصومالية من الشمال إلى الشرق إلى الجنوب، وجعلها تحت اسم الصومال الكبير كما يطلق عليه، سجل في وقت من الأوقات أن مقدشو كان سكانها 40% منهم إيطاليين أو من الشعب الإيطالي الذين هاجروا إلى مقدشو. والسبب الرئيسي الذي جعل من الاستعمار أن يختار أن تكون العاصمة مقدشو هي عاصمة الصومال اليوم هو حتى لا تعود هذه الممالك والسلطنات إلى الواجهة مرة أخرى. تابعونا في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.